السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله كاملين بخير. اليوم الروتين متاعنا الكل تابع الخضار وشوية من تحضيرات البسيطة لشهر رمضان. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. حطيت الفطور متاعي الصباح. شوفوا القهوة أنا راني مستحيل نطيبها، من اللي عرست راجلي يطيب لي القهوة. هذه الميزة اللي باهية فيه واللي تخليني نتعلق به مدى الحياة. هذوكم دي ترانش بالزبدة وبالمعجون اللي عملناه، عملته أنا في الدار. إذا كنت تحبوا عروسات قولولي. بعد ما شربنا قهوتنا قصدنا ربي مشينا للمرشي كما تشوفوا، شرينا الخيرات الكل اللي نستحقوهم. رانا ما نشريوش الزايد بالكل. شوفوا، أول حاجة الإمكانيات على قدها، ثاني حاجة الغلاء المعيشة ما نحكي لكمش، الكلكم تعرفوا الكلكم عايشينها. شرينا اللي كتب من ربي. قضية الحقيقة احنا بما انه منش برشا في العائلة، 3 اشخاص فقط، دونك القضية هذه تكفيني جمعتين، ومع نكمل شي حاجة من هنا من بحذا داري، من الحوانت اللي بحذا داري. اول حاجة تعوش نحلو مع بعضنا الساشيات. شريت شوية هرقمة، الحقيقة انا الشاهية المدفونة. شريت شوية هرقمة، قلت نقديها قبل رمضان نحي شهوة. والله هو ساعات الحاجة تطيبها وما تاكلش منها، اما جيست هكا باش تبرد الشهوة متاعك برك. شرينا كما يقولوا فيها هرقمة، شوية لحم، شوية دجاج، شوية فريز السيرين تموت وتعشق الفريز. الطماطم العصفورة اللي ما نستغنيش عليها. عنا الجنارية، الخضار هذه الكل شوفوها بعينيكم، مش بالضرورة نقول لكم عليها. وشرينا شوية حوت الري القطعة هذاك، بالطبيعة خضر مصلي عني بيس بناخو المعدنوس والكلافس فرشك. وانا السبناخ للهرقمة للمدفونة باش نعملها، والمعدنوس والكلافس باش ننظفه ونخبيه الرمضان. ان شاء الله ربي يحيينا ويحييكم في الخير يا رب. كما تشوفوا لهنا غسلتوا الكلافس، غسلتها وحطيتها تشيح. انا في العاده نربطها كما تشوفوا هكايا المعدنوس وننشرهم الكلهم في الشريطه، نصف ساعه يكونوا شاحوا، ما نشيحوهمش برشا. جست يشيح منهم الماء اللي غسلناهم. هذا الكل نعمله انا بعد ما نغسل الخضره متاعي ونحطهم يشيحوا. هذا هو. من بعد تنوريكم السبناخ كيفاش نقصه، والخضرة الباقية باش نقصها هذيك ونخبيها الرمضان ان شاء الله. لهنا حطيت كمية متاع بصل. هو نورمالمون استعملت زوز ريوسك هاو، ما استعملتش الثالث خاطر تبارك الله جاوني برشا. البصل نقصه كيما هكاك، نحط له بابي سيرفييت ونحطه يشيح فوقه. علاش؟ خاطر كي نقصه ما يسيب الماء متاعه، دونك نحطه في بابي سيرفييت ونخليه يشيح يشرب له الماء. نقصه جيد اللي يحب أجيد من هكا يقص. هذايا أنا نخليهم للشرب في رمضان، وخصوصا الناس اللي كانت تخدم. أنا كنت نخدم الحقيقة، كنت ديما نعملها ومرحومة بها الطريقة هذية. جست نجبد وكها، ما نقعدش نخسر في وقت. يعني الحقيقة في رمضان ماذا بيا أكثر وقت للراحة. إن شاء الله ربي يجعلنا من صيامه ويجعلكم كذلك من صيامه إن شاء الله يا ربي.
هو شهر عبادة ماهوش شهر أكل، لكن التحضيرات لازم منها. كملت البصل حطيته على البابي ابسوربون. توا باش نقادي الكلافز متاعي نقصها. هذيا للشوربة، شوربة الشعير وشوربة السوق، شوربة لسان عصفور هذيك نقولوا لها احنا شوربة السوق. نقصهم الكلهم هكا ونحط لهم بابي سيرفييت ونحطهم. شوف انا رغم اللي شيحتهم، لكن كيف تقص يعاود يطلع الماء متاعهم متاع القصان هذاك. دونك معلينا كان نستناوهم ربع والا نصف ساعة اخرى باش يشيحوا. ونجي للمعدنوس كيف المعدنوس عملت له تعملوا له لاستيك ولا خيط والا بساشي تجيدوها وتربطوه وتعلقوه في الشريطة. يعني كل الطرق راهي سهلة. كل مكون نقصه نحطه وحده في طبق. هذه كما قلنا الطريقة تعاون الإخوة اللي يشتغلوا وحتى اللي قاعدين في الدار راهم ما همش ناقصين تعب. على الأقل نربحوا حاجة نعملوها سورتو في الأيامات الأولى واحد يتعب شوية. دونك هكا عنده هذه حاجة من الحاجات اللي نحضرهم راه في رمضان، فما برشا حاجات نعملهم. نحضروا الخرشف زيادة احنا باش في رمضان زيادة كيف الطيب بيه فيسع ما تقعدش هك تقشر هك درا شنو تربح وقت. تعرفوا الواحد يبدا صايم دايخ، يبدا ساهر ويقوم الفجر، يعني سبحان الله التعب لازم. فهذوما من الحاجات اللي نعملوهم احنا قبل رمضان باش نربحوا اكل طرف الوقت هذاك نرتاحوا فيه، وإلا نستغلوه في قراءة القرآن. وإلا المهم قصيتهم هذوكم الكل خليتهم يشيحوا ومن بعد جبتهم باش نقول لكم كيفاش نعملهم. باهي شوفوا الكلافس هذية أنا نحط معاها كمية متاع بصل ونحط معاها كمية متاع معدنوس. هذيك باش نخليها الكمية هذيك للشرب. لهنا نحيت شوية صافي معدنوس صافي تاع سلطة ولا حاجة نزين بيه ولا طاجين ولا اللي هو، والبقية خليته كما يقولوا فيها متاع جلبانة متاع ما نعرف الشكاية. المهم نحضرهم بالطريقة هذيك وقت اللي تجيني الفكرة نعملها. تعبيوهم في حكك، كنتش نعبيهم انا في حكك، لكن في الاخير قلت نعبيهم في ساشيات خير باش ما يشدوا ليش بلاصة اكبر. يعني ديما الساشي خير. هكا خلطتهم هكاك مع بعضهم باش كي نغرف يجيوني زوز 3 المواد مخلطين. هذيك متاع المعدنوس الصافي اللي حطيته وحده، وهذه متاع كما قلنا للجلبانة كان فما سلطة أو مكحورية وإلا حاجة وإلا طاجين وإلا نستعمل منهم نخرجوا منهم الهواء بالكدا. وهذه باش ما نغلطش فيها هكا باش نقمرها باللاستيك. هذيك تابعة الشوربة نمشي نخبيهم في الكونجيلاتور وبعد جمعة
شوفوا انا جبتهم باش نوريكم اشانتيون. شوفوا كيفاش ما تلقاوهاش لاصقه في بعضها. كي تشيحوا الخضره، كي تشيحوها تقعد كل كعبه مفركه وحدها. شوفوا. واذا وصلتوا معايا لهنا ما بقى لي كان باش نقول لكم ما تنساوش اللايك والبارتاج والضغط على الجرس فضلا وليس امرا. ودمتم بخير، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. رمضان كريم وربي يحييكم الامثال. الى اللقاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. باي.